أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة مصريون تي في، تحياتي محدثكم حسام الليثي المشرف العام لجريدة وموقع مصريون نيوز. يسعدنا متابعتكم لنا لأولى حلقات قناة مصريون تي في الاجتماعية الثقافية السياسية الشاملة التي تهتم بأبرز القضايا والتي تهم المواطن في مصر والعالم. نبحث معكم أهم القضايا الوطن والمواطن، نعرضها على المسؤولين لإيجاد حلول جذرية لها. سوف نتحدث اليوم أنا وزملائي الأستاذ إبراهيم العتر مدير تحرير جريدة وموقع مصريون نيوز، والأستاذ أحمد حسني المحرر بالجريدة، عن موضوع شغل الرأي العام في مصر بل العالم. دعوات تحريضية هدامة أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إشاعة الفوضى والعنف وإراقة الدماء والاستمرار في نهجها الإرهابي في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل الدولة المصرية في المضي في مسار النهضة والتنمية والعودة للمشهد السياسي الذي أقصيت منه بثورة شعبية مستغلة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل المصري. ورغم فشلها في الدعوات العديدة السابقة، عاودت الجماعة الإرهابية الدعوة لتظاهرات 11/11 بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ لإحراج الدولة المصرية، وهذا لم يحدث، وأؤكد هذا لن يحدث. الدولة المصرية قادرة أن تتصدى لكل هذه الأزمات. الدولة المصرية قوية بقيادتها وشعبها. إحراج الدولة المصرية والتظاهرات 11 نوفمبر بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ لإحراجها أمام قادة العالم بحثا عن أي ثغرة للقفز مجددا إلى الساحة، رغم إن قادتها أكدوا تجميد العمل السياسي والتفرغ للعمل الدعوي الخيري في محاولة يائسة لاستجداد الحوار والمصالحة مع الدولة المصرية. وعن رأيي الشخصي هذا لن يحدث. في الوقت ذاته أفرجت السلطات التركية عن إعلامي الإخوان ليتمكنوا من مواصلة التحريض والشائعات ضد مصر بعد احتجازهم لأيام والتحقيق معهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم حسام الغمري، والذي ظهر على فضائيات الإخوان في اسطنبول ولندن خلال مداخلات هاجم فيها السلطات المصرية، وواصل دعواته للحشد للتظاهرات مناهضة للحكومة. وأكد الغمري أن المستشار السابق للرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي تدخل لدى السلطات التركية للإفراج عنه. وأضاف الغمري أنه خرج ليكمل دوره في الحشد لتظاهرات الجمعة 11 نوفمبر والدعوة لنشر الفوضى وشرح كيفية الخروج لتظاهرات واستخدام آلات تنبيه بهدف إرباك أجهزة الأمن المصرية ومنعها من تفريقهم. وأكد الغمري أن هناك نية لدى الجماعة الإرهابية الدموية للخروج للشوارع المصرية بأسلحة بيضاء تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشارع المصري. وكشفت معلومات أن جماعة الإخوان الإرهابية وأيمن نور المقيم في تركيا ومالك فضائية الشرق يواصلان التنسيق والتخطيط للتظاهرات 11 نوفمبر من خلال شائعات وأكاذيب ضد الدولة المصرية وترويجها بكثافة عبر الصفحات والحسابات التابعة للجماعة وعناصرها على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات الجديدة التي أطلقها الإخوان مثل الشعوب والحرية 11/11. شائعة أطلقها نور حول سيدة جزائرية تعمل في غسيل ونقل الأموال لحساب جهات في مصر حسب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي. وكشفت مصادر أن أيمن نور وجماعة الإخوان اتفقا على تكثيف التحريض مستغلين انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ للخروج لتظاهر كبير وتسبب للدولة المصرية والحكومة المصرية الحرج أمام ضيوفها وإحداث ثورة عارمة تمكنهم من العودة للمشهد السياسي في مصر. قناة مصريون تي في تناشد جموع الشعب المصري عدم الانسياق خلف تلك الدعوات الهدامة والتي تقود مصر واقتصادها وأمنها إلى منزلق الخطر والفوضى، والتي تعطل مسارات التنمية بعد دخول مصر في دائرة التطوير العالمي.